نصف نهائي مليء بالإثارة والتشويق. أقوى المنتخبات الإفريقية تتواجد في النصف النهائي كأس إفريقيا 2025، رباعي الرعب. فمن يا ترى سيتأهل إلى النهائي؟ توقعاتي أنا، المباراة الأولى بين المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري، أنا أرشح المنتخب المغربي بما أنه يلعب أمام جماهيره وعلى أرضه، فهذا دافع يخليه يفوز على أي منتخب كيفما كان. المباراة الثانية تجمع بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي. أنا عندي إحساس أن المنتخب المصري سيتأهل، وهذا ما لا أتمناه بطبيعة الحال. ليس كرها، لكن أنا لا أريد أن نواجه المنتخب المصري في النهائي، لأنه منتخب لديه سياسة خاصة به في الفوز بالمباريات، سياسة المكر والخداع والخبث الكروي والطرق والأساليب اللي هي خارجة عن كرة القدم. المنتخب المصري لن يلعب معك كرة القدم، سيعتمد على طرق وأساليب هو يفقه فيها لكي يفوز باللقب. يقدر يركز لك على لاعبين اللي هما الأهم في التشكيلة ديالك، ويحتك معهم ويضغط عليهم ويشخصنها معهم في الماتش ويخرجهم لك من الماتش. وبالتالي أنا لا أحب أن نواجه المنتخب المصري، عنده خبث كروي، عنده طرق وأساليب لا أحبها. ما كيجيش يلعب معك الكرة، وكذلك ما غاديش يخرج يلعب معك الكرة، غادي يحاول ما أمكن أنه يجلس في الدفاع ويلعب على مرموش وصلاح في الهجمات المرتدة، وهو خطير في الهجمات المرتدة، يعني كيتقنوا الهجمات المرتدة. وكذلك يعني ضغط غادي يكون ضغط جماهيري وضغط من الصحافة المصرية، وكذلك ضغط لا من الطاقم اللي كيكون متواجد مع المدرب ولا من المدرب واللاعبين، كتكون يعني مشاحنات وسب وشتم وقذف وضغط على الحكم، وهذا لا أحبه. لا أريد أن نواجه المنتخب المصري تفاديا لمثل هكذا سيناريوهات. لكن المنتخب السنغالي منتخب مسالم، كيخرج يلعب معك الكرة ند للند. اوكي، منتخب السنغالي منتخب قوي، لكن افضل من انك تواجه المنتخب المصري. انا اعرف المنتخب المصري جيدا، يمشي لك 90 دقيقة غير بالحب، ويفوز عليك بالحب، ينسيك ويجاري معك الماتش بطرق وأساليب اللي هي خارج عن كرة القدم. وبالتالي أنا لا أحب أن نواجه المنتخب المصري. إن شاء الله خير. خلونا توقعاتكم، شنو هما